السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم يوسف الخوانكي من قناة جوي بروجرامينج، استكمالا على درس ال CSS ستايل اللي احنا بدأنا في حلقتين اللي فاتوا. ده الدرس الثالث، وهنبدأ نتكلم فيه عن ازاي ان احنا نبدأ نشتغل بالفريم وركس بتاعة ال CSS او اللايبريز بتاعة ال CSS. طبعا ابسط مثال للفريم وركس اللي احنا اشتغلنا بيها الفترة اللي فاتت على الكورس بتاعنا، وعارفين طبعا ان في تولز كتيرة زي ماتيريال يو اي وزي شاكرا وزي في ماتيريال يو اي وتيل ويند، وكل الكلام دوت تقدر انك انت تستخدمه كباكج تعمل بيها او كفريم ورك، يعني تقدر تشتغل بيها انك انت تبني الستايل بتاعك بال HTML وال CSS. طيب، احنا هنبدأ النهارده نشتغل على البوت ستراب لان اسهلهم وافضلهم كتير. اي حاجه احنا نبدا نشتغل معاها طول ما هي انا في نطاق الرياكت فهي بالنسبه لي ما الا باكج. فطالما هي باكج يبقى لازم هنزلها او اعمل لها انستول من الام بي ام. فانا عشان ابدا انزل البوت ستراب فهاجي هنا كده في التيرمينال القمر بتاعي ده واقول له يا عم التيرمينال تعالى كده نفتح تيرمينال جديد عشان دوت معلق. نقول له npm انستول بوت ستراب، وتقدر تعمل ات وتديله الفيرجن اللي انت عايزه. ما اديتهوش فهو بينزل لك اخر فيرجن على طول. فقلت له ام بي ام انستول بوت ستراب ودوست انتر، وعبال ما هو يريلود تعالى نبدا نرجع للباكج دوت جيسون، وهنلاقي الديبندنسز بتاعتنا ينزل فيها البوت ستراب. لو انت لاحظت كده احنا عندنا الديف ديبندنسز دي فيها حاجات ليها علاقه بالاي اس لينت نفسها اللي هي طريقه الكتابه بتاعت الرياكت والبلجنز بتاعته، وفي الديبندنسز بتاعتنا اللي بيبدا ينزل فيها الباكجز زي الرياكت ورياكت دوم، دول اللي بينزلوا اول ما بننستول الرياكت. ولكن البوت ستراب اللي انا لسه عامله انستول حالا دلوقتي موجود هنا. وكنا ممكن نعمل لو انا الباكج ديت انا مش محتاجها او مش هستخدمها، بدل ما انا كنت بعمل npm انستول اقدر اعمل npm ان انستول بالشكل ده، وساعتها انا بقول له شيل لي الباكج دي ان انستول. تعالى هنا ناقص لنا حرف الان فنقول له ان انستول البوت ستراب ويندوز انتر بالشكل ده كده. هتلاقيه هنا بيبدأ يريموف مين البوت ستراب زي ما انت شفت كده. وتعالى نرجع ننزله تاني او نعمله انستول عشان نبدأ نشتغل عليه. ادي البوت ستراب بالنسبة لي نزل والدنيا تمام وزي الفل. طبعا احنا اي حاجة بنبدأ نشتغل عليها بنسأل نفسنا سؤال: هل انا محتاجها جلوبال على البروجكت بتاعي كله ولا في حتة معينة؟ انا هعتبر ان البوت ستراب وكلنا معتبرين دوت ان انا هشتغل فيه في كل حته على الموقع بتاعي. هتشتغل بالماتيريال يو اي على الموقع بتاعك كله، هتشتغل بتلوين على الموقع بتاعك كله. فخلينا متفقين ان الباكج اللي بتنزل بتشتغل على الموقع كله. فطالما هي بتشتغل على الموقع كله يبقى انا بروح اربطها في الجلوبال بتاعي. مين الجلوبال بتاعي؟ اللي هو المين دوت جي اس اكس. طيب، فانا هقوم جاي رابطه هنا وهقول له امبورت بالشكل ده. وطالما الباكج اللي انا نزلتها دايركت جوه النود موديول، وطبعا ده عشان في فايلات انت بتربطها زي ما احنا كنا بنعمل في السي اس اس، فهنا لازم اربطه في باكجز تانية مش بتحتاج تامبورتها او مش بتحتاج انك انت تربطها، انت بتامبورتها وتبدا تشتغل عليها، وده هنشوفه ان شاء الله قدام. طيب، فانت عايز تامبورت مين؟ هامبورت البوت ستراب لان هو جوه النود، فبكتب اسمه على طول بوت ستراب سلاش الديست، ده الفايل المضغوط اللي هو بيكون مرفوع على السيرفر او اللي اترفع على النود. وهقول له الديست سلاش سي اس اس، واقدر اشغل كمان الجافا سكريبت. وهقول له سلاش بوت ستراب دوت مين. خلي بالك ان هو هنا مش بيكمل دوت سي اس اس، وده لان احنا حافظين الكلام دوت من زمان قوي. طيب، لو انت عايز تشتغل على السي اس اس عشان تعدل عليه فاحنا هنخلي فايل السي اس اس بتاعنا هنا، يا اما هنشتغل بالامبورتنت في السي اس اس بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه. طيب عظيم قوي، تيجي نجرب اي حاجه ليها علاقه بالبوت ستراب ككومبوننتس ونبدا نشوف. تعالى هنيجي هنا ونقوم فاتحين كده بسم الله بوت ستراب. تعالى بوت ستراب نافبار اهوت، ونبدا هنا نقفل الانسبكت والكلام الجميل ده. وتعالى ناخد الناف بار دوت كوبي، ونيجي نقول للراجل دوت احنا عايزين هنا نعمل الكلام ده. طبعا كل الاخطاء دي هنبدا نتكلم فيها ونشوف ايه الموضوع ده، لان هنا بيقول لك الجي اس اس جي اس اكس element اتش ار has not
لان لازم تقفل التاج يعني والكلام الجميل ده، ونبدأ نشوف. تعالى نرن البروجكت بتاعنا ونقول له هنا npm run dev. تعالى نرن البروجكت بتاعنا ان شاء الله ونشوف ايه اللي هيبدأ يحصل معانا. هنا بيقول لي ان انا في عندي مشكلة. تعالى نشوف كده. نديله هنا الهوست نيم بتاعنا اللي هو اخره 5 1 اهوت. طيب هنا بيقولك ان انت عندك فيه شوية حاجات اخطاء وشوية حاجات كده جميلة. بيقولك آه ماشي، يعني هو هنا بالنسبة له ان الحاجات اللي فيها الاتش ار دي بتبقى مشكلة بالنسبة له، لان هي بتكون سيلف كلوز. فهو كل بس اللي بيبقى محتاجه ان انت تحط له علامة السلاش هنا، هتلاقيه شال لك الايرور ده. فاحنا هنعدي على اي حاجة كده فيها سيلف كلوزنج ونحط لها الكلام ده. طبعا في ايمج تقريبا فوق على ما اتذكر. نعمل ده كده. ماشي. تعالى كده نشوف. ادي البوت ستراب بتاعي اشتغل والدنيا تمام، مفيش اي مشكله. والراجل دوت شغال معانا. طبعا لو جيت عملت وضع التليفون هنا وجيت دوست هنا، الجافا سكريبت مش هيبقى شغال. طب انا عايز اشغل الجافا سكريبت بتاعي، نفس الكلام برضو هسأل نفس السؤال. هل الجافا سكريبت ده انا محتاج اكون شغال على الموقع كله؟ يبقى انا هامبورت برضو الجافا سكريبت هنا، وهقول له ان انا هدخل جوه البوت ستراب سلاش ديست سلاش جي اس سلاش bootstrap.bundle.main.js بالشكل ده. وتعالى نسمي الله ونجرب. لو انا جيت دلوقتي ادي الناف بار بتاعي، لو دوست هنا الراجل ده هيشتغل معايا عادي جدا. وابدأ بقى اطبق الكلاسز بتاعتك الجميلة اللذيذة زي ما احنا كنا بنعمل الكلام ده زمان في ال HTML وال CSS والجافا سكريبت والبوتستراب والكلام الحلو ده. فاحنا ممكن نيجي برضو نجرب مثال كده لذيذ. لو انا جيت هنا في التشايلد بتاعي دوت وجيت رحت قايل له تعالى يا عم الحاج، احنا عايزين نخلي الراجل ده اف اس داش مثلا 3. تعالى هنا مثلا ممكن نعمل تكست داش دينجر. ممكن نعمل بي جي داش انفو بالشكل ده. وتعالى كده نسمي الله ونجرب. هتلاقي ان البوت ستراب الراجل ده شغال معانا برضو عادي زي الفل. نعمل بادنج مثلا من كل ناحية 5. تلاقي دي البادنج بتاعك. تعالى نعمل راوندد بالشكل ده برضو الراجل ده هيشتغل معاك الراوندد بتاعك اهوت. وتعالى نعمل شادو بالشكل ده. هتلاقي برضو الشادو بتاعك اتنفذ. ممكن نقول له شادو داش لارج عفوا داش لارج. هتلاقي الراجل ده عمل لك الشادو اللارج. برضو الراوند احنا ممكن نخليه راوند داش 3 بحيث ان يكون اكبر راوند موجود عندنا زي ما انت شايف كده. او بيل مثلا عشان يبدأ يبان اكتر. هتلاقي ده المنظر اللي حصل اهوت. وده كان البوت ستراب. طبعا اي باكج بقى انت بتنزلها تانية فهي بتبدأ تربطها بنفس الشكل ده. وعلى حسب برضو كل باكج، يعني البوت ستراب بتتربط كده. ممكن ناخد حاجه زي ماتيريال يو اي مثلا، احنا نخش نبص بس عليها في الدوكيومنتيشن. جيت عملت انت جيت ستارت مثلا عشان تبدا تشوف عندك الماتيريال يو اي وعندك الجوي يو اي وعندك الميو سيستم وعندك البيز يو اي. كل الكلام دوت على حسب بقى انت هتختار ايه. الراجل ده بيقول لك انت بتربطها بنفس الشكل ده كده، وقايل لك اللينك بتاعك اهو. بتعمل لها انستول وبتيجي تعمل جيت ستارت وبتبدا تمشي مع الدوكيومنتيشن بتاعتك اهوت. بيقول لك الانستليشن بتاعها تنزله ازاي، وبيقول لك اليوز يعني ممكن نستخدمها ازاي. فبيقول لك مثلا اهوت ده بيقول لك الاب بتاعك او الماي اب بتاعك اهو. وبتبدا تنستولها كلها. هو الراجل ده شغال بنظام الكومبوننت في كل حاجه بالنسبه لك جوه كومبوننت. فبتبدا تشوف الكومبوننتس بتاعتك بالشكل ده. هو انت عايز انبوتس مثلا فجيت عايز البوتون، فدخلت على البوتون قال لك والله عشان تعمل بوتون دي اشكالها ودي الكومبوننت بتاعتها. وما تنساش ان انت كل مره وانت بتشتغل بتعمل امبورت للكومبوننت نفسها. فكل واحد وبيكون ماشي بالريتم بتاعه. فانا يعني برضو زي ما مشيت في الكورس انا بالنسبه لي شايف ان البوت ستراب اسهل، فكنت خليته هو اسهل مثال بالنسبه لي. بعد كده الموضوع بالنسبه لك انت بيكون مع الدوكيومنتيشن بيكون الموضوع ابسط يعني.
كل فريم ورك يعني بتبقى على حسب الحاجه اللي هي عايزاها، وكل فريم ورك اكيد بتقدم تولز احسن من اللي قبلها. يعني ماتيريال يو اي عامله شغل عظمه جدا فيها زي ما انت شايف كده، الحاجات دي مش موجوده في البوت ستراب. فكل فريم ورك بتقدم التول اللي بتستخدمها. وطبعا ماتيريال يو اي من الحاجات الكتيره او الجامده جدا اللي مطلوبه مع رياكت، فانا انصح بيها لو انت حابب تبدا بيها. ممكن اديك فهمت اللعبه ازاي، ممكن تبدا تحضر للماتيريال يو اي وتشتغل بيها، تحضر تيلويند، دول هيكون افضل كتير من البوت ستراب، لان حاليا تقريبا عدد الشغل او الشركات ما بقتش بيحتاج البوت ستراب حاليا في الرياكت، ولكن طلبه موجود ستيل يعني، بس ضعيف شويه. خلينا نقول ان الفيتشرز اللي موجوده في باقي الفريم وركس افضل كتير. فانا انصح ان انت لو هتدوس في حاجه زي كده، اديك فهمت التوبيك نفسه او الباكجز نفسها بنبدا نتعامل معاها ازاي، زي الستايل بتاع البوت ستراب كده بالظبط. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد.